السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هنتكلم النهاردة يا حضرات عن قصة فتح مدينة سمرقند وعن الحكم القضائي اللي صدر فيها، ويعتبر هو الحكم القضائي الأعجب في تاريخ البشرية كله. القصة بتاعتنا حصلت في زمن الخلافة الأموية، بالتحديد في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز. كان في ايام عمر بن عبد العزيز قائد اسلامي شهير اسمه قتيبة بن مسلم. القائد ده كان بيفتح في بلاد المشرق، يعني في شرق الدولة الإسلامية، كان عمال يفتح المدن والقرى، ومن ضمن المدن اللي فتحها هي مدينة سمرقند. بس مدينة سمرقند كان وضعها يختلف عن باقي المدن. ازاي؟ كان وقتها طبعا، يعني ده في الشرع بتاعنا وفي الدين بتاعنا، ان احنا قبل ما نفتح اي مدينة لازم ان انت بتنذر اهلها وبتبلغهم قبلها وبتدعوهم للدين الاسلامي، وبتخيرهم بين 3 امور. اول حاجة يا اما الجزية، يا اما الدخول في الاسلام، يا اما الحرب. وبتستنى عليهم 3 ايام، لو ما ردوش يبقى هم كده اختاروا الحرب. لكن هنا في فتح مدينة سمرقند الوضع اختلف، وقتيبة بن مسلم دخل المدينة على حين غرة من أهلها. يعني دخل المدينة كده بالليل كده في الخفاء، وصحوا الناس تاني يوم الصبح لقوا الجيش الإسلامي في كل حتة في المدينة ومسيطر على المدينة كلها. وبدأ الناس، يعني في ناس تهرب من بيوتها، وبدأ ان الكهنة يهربوا للجبال، وكله يبعد عن المدينة ويهرب عشان خايفين طبعا من الجيش الإسلامي. وهنا طبعا يعني الوضع مختلف، الجيش الاسلامي مش زي بقيه الجيوش اللي بتخش مثلا تقعد تقتل في الناس وتسرق وتنهب. لا، هنا الناس بداوا بعد كام يوم بدا ان هم يعني يتفاجئوا بمعامله يعني اهل او الجيش المسلم. بدا الناس ان هم يخرجوا للشوارع تاني ويختلطوا بالجيش المسلم، وبداوا يتفاجئوا ان الجيش المسلم ده يعني لا بيقتل ولا بيسرق ولا بينهب حد، بس هم عمالين يدعوهم للدين الاسلامي بس، ما بيعملوش فيهم حاجه يعني زي بقيه الجيوش ما بتخش تفتح اي مدينه كده. فالناس مستغربه، لدرجه ان في يوم من الايام في وسط السوق حصل مشكله ما بين، او يعني خناقه ما بين شاب من اهل سمرقند وما بين جندي مسلم. فهنا الناس كلها وقفت طبعا، يعني بتوع اهل سمرقند واقفين وخايفين ومرتعبين، يعني مرعوبين جدا. وطبعا يعني في ظنهم ان هيجي الجنود المسلمين يسحلوا الراجل ده ويموتوه، ملاش حل غير كده يعني. فهنا اتفاجئوا ان جه الجنود المسلمين اخذوا الشاب السمرقندي واخذوا الجندي المسلم وخدوهم هما الاثنين للقاضي، وراحوا هما الاثنين للقاضي. فالناس برضو يعني راحوا يتابعوا يشوفوا القاضي ده هيحكم ايه. اكيد هيحكم للشاب المسلم ده، تمام. فالمهم راحوا اتفاجئوا ان القاضي وقف الاثنين كده جنب بعض، وبدا ان هو يسالهم ويعرف ايه المشكله بالظبط. واتفاجئوا بنزاهه القضاء انه بيحكم لصالح الشاب السمرقندي ضد الشاب المسلم، وحكم على الشاب المسلم لان هو اللي غلطان. فهنا يعني القصه دي بدات تسمع في سمرقند بالطول وبالعرض وفي البلد كلها، والناس طبعا مستغربه. وعلى فكره مش ده الحكم الاغرب في تاريخ البشريه اللي انا قصدي عليه، لسه الحكم جاي كمان شويه. فهنا في شاب راح للكهنه اللي هربوا على الجبال وحكى لهم القصه بالظبط كده. والكهنه لما اتاكدوا من اللي حصل ده فقالوا احنا هنرسل يعني رساله لخليفه المسلمين وقتها اللي هو عمر بن عبد العزيز، هنبعت له رساله ونقول له ان حصل ان جيش المسلمين دخل بدون ما يخبرهم. فهنا في ناس بدات تسخر من كبير الكهنه وتقول له يعني انت هتبعت له وتقول له ان الجيش دخل من غير ما يبلغنا؟ هو خلاص الجيش دخل، هيعمل لك ايه يعني؟ هيقول للجيش اخرج؟ ما هو الجيش دخل خلاص، فاحنا لازم نفكر في حل. فقال لهم لا، هنعمل الحل ده وبعت الشاب ده بعته الى خليفه المسلمين اللي هو عمر بن عبد العزيز. فهنا الشاب ده بيحكي بيقول انا فضلت اتنقل ما بين المدن مده شهر كامل، اتنقل ما بين المدن لحد ما وصل الى دمشق اللي هي وقتها كانت مقر الخلافه الامويه. فهنا بدأ يتنقل لحد ما وصل لدمشق، وبعد ما وصل عاوز يدور على بيت الخليفة أو قصر الخليفة. لكن هو بدأ يعني يشوف في دمشق طبعا شايف قصور والبلاد بلد جميلة. طبعا كان وقتها الدولة الإسلامية متقدمة وعندهم يعني البيوت مزخرفة والقصور وحاجات كويسة جدا مش موجودة عند دول، على الرغم ان مدينة سمرقند كانت مدينة جميلة برضه، تمام. فهنا الراجل ده عاوز يسأل على بيت الوالي لكنه خايف، هو خايف يسأل فحد يعرف ان هو تبع سمرقند ولا حاجة، او ان هو مش مسلم فيقتلوه او ياخدوه للوالي او حاجة، فخايف على نفسه. فبدأ ان هو يدور لحد ما لقى حاجة زي القصر الكبير كده، حاجة مكان فخم جدا كده، والناس عمالين يدخلوا ويخرجوا يدخلوا ويخرجوا، والناس عمالين يعني يعملوا حلقات فيه ويسجدوا ويركعوا. فقال لك بس هو ده قصر الوالي، فراح هناك علشان يتكلم معاهم في قصر الوالي ده. فهنا بيسأل واحد من الناس بيقول له مش ده قصر الوالي؟ فقال له قصر الوالي مين يا اخينا؟ انت منين انت ولا ديانتك ايه؟ فقال له انا على دين اهل سمرقند. قال له لا، ده المسجد اللي المسلمين بيصلوا فيه.
فقال له امال فين قصر الوالي؟ قال له هو مش الوالي. قال له انت قصدك الخليفه امير المؤمنين؟ فقال له الخليفه. فقال له الخليفه ملوش قصر، هو بيته اللي هناك ده، وشاور له على البيت. فالراجل بيبص على البيت كده، فلقى بيت كده صغير معمول من طين كده. فقال له اتهزأ بيه؟ انت بتستهزأ بيا عشان انا بسألك يعني وانا مش عارف، فانت هتشاور لي على بيت من طين وتقول لي ان ده قصر الخليفه؟ انا قلت لك ما عندوش قصر، اذا انت عايز الخليفه روح هتلاقيه في البيت ده. فالراجل قال طيب تمام، وراح. فلقى هناك في الحوش بتاع البيت ده، فلقى واحد كده قاعد عمال يعني ياخد الطين ويحط على الجدار بتاع البيت، وزوجته قاعده تعجن له الطين وتناوله وهو يحط على الجدار بتاع البيت. فقام راجع تاني للراجل اللي دله على البيت، قال له مش انا قلت لك انت بتستهزأ بيا؟ انت بتشتغلني؟ بتبعتنا البيت واحد طيان؟ فقال له طيان مين؟ قال له ده الخليفه. فقال له اللي بيعمل الطين ده الخليفه؟ قال له هو ده الخليفه، روح له اذا انت عاوزه، هو ده الخليفه. فهنا استعجب الراجل وقال خلاص هو ده، طالما هو خليفة المسلمين انا اروح اكلمه، وانا عندي رسالة ولازم ابلغها. فراح خبط على الباب، فالمرأة اللي هنا دخلت. المرأة اللي هنا دي مين؟ دي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان الخليفة السابق، واللي بيعجن ده واللي بيعمل جوزها ده الخليفة عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين، اللي فيه علماء بيقولوا ان هو يبقى خامس الخلفاء الراشدين من عدله وزهده. تمام. فهنا خرج سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد ما غسل ايده وسلم على الراجل وساله يعني ايه هي مظلمتك، ايه مشكلتك؟ فالراجل قال له انا عندي مظلمه من اهل سمرقند. قال له انتوا من عاداتكم ان انتوا قبل ما تدخلوا اي بلد بتنذروا اهلها وبتبعتوا لهم يا اما يعتنقوا الدين الاسلامي يا اما الجزيه يا اما الحرب. قال له قتيبة بن مسلم ما عملش كده. قال له اولا دي مش عاداتنا. قال له انما هي يعني كتاب الله وسنه رسوله، دي مش عادات، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى. وقال له بالنسبه لقتيبة بن مسلم ان هو ما بلغش، قال له فهات الرقع. اخذ الرقعه اللي مع الراجل اللي فيها الرساله من اهل سمرقند وقلب الرقعه وكتب عليها من عمر بن عبد العزيز الى قتيبة بن مسلم قائد جيوش المسلمين، وقام كاتب اقم فيكم قاضيا، يعني خلوا فيه قاضي يحكم بينكم. تخيل هو جاي للخليفه علشان الخليفه يقول له روح خلي القاضي يحكم بينكم، امال انا جاي لك ليه؟ فهنا الراجل اخذ الرقعه وماشي يكلم نفسه، لدرجه ان هو كان عايز يرمي الرقعه، شايف ان هي ملهاش اي لازمه، لولا ان هو خاف بس ان اهل سمرقند هناك يكذبوه وانت ما وصلتش للخليفه، فقال لا خلاص انا هاخد الرقعه. انما غير كده هو كان اصلا عايز يرميها وشايف ان هي ملهاش اي لازمه. رجع الراجل الى اهل سمرقند، ولما وصل لاهل سمرقند وادى الكبير الكهنه الرقعه اللي هو اخذها ومكتوب فيها اقم فيكم قاضيا، يعني يدي الرقعه دي لقائد جيش المسلمين قتيبة بن مسلم ومكتوب فيها اقم فيكم قاضيا. فكبير الكهنه يعني بداوا يضربوا كف على كف، وقال لك يعني هي دي اللي هتحل المشكله؟ هي دي اللي هتخلي جيش المسلمين يخرج مثلا؟ ما عمره ما يخرج خلاص، ولا حتى في اي حكم في الموضوع ده، باعت بيقول اقم عليكم قاضيا. فهنا اخذوا الرقعه دي وراحوا بها الى قتيبة بن مسلم. وهنا قتيبة بن مسلم عين قاضي اسمه جميع بن حاضر الباجي. فالقاضي يوم المحكمه قال للغلام بتاعه، قال له نادي على المدعي، فنادى على اللي هو كبير الكهنه باسمه كده، وبعدين قال له نادي على المدعي عليه، فقال قتيبة بن مسلم، بينده على امير الجيش والامير قتيبة بن مسلم باسمه كده من غير القاب. فهنا طبعا يعني في دهشه الناس اللي هم بتوع سمرقند واهل المدينه، مندهشين من اللي هم بيسمعوه ومن اللي هم بيشوفوه. وجه كبير الكهنه وجه قتيبة بن مسلم ووقفوا قصاد بعض. فهنا القاضي سال كبير الكهنه قال له ما شكواك او ايه هي الدعوه بتاعتك؟ فقال له يا سيدي دخلوا المدينه على حين غره ولم يدعونا الى دين الاسلام ولم يدعونا الى الجزيه او الى الحرب ولم يهلونا 3 ايام، اليس هذا هو في شرعكم؟ يعني مش ده في الشرع بتاعكم؟ فقال له بلى. قال له كلامك مظبوط. وبعدين بص الى قتيبة بن مسلم وقال له وما تقول في هذا يا قتيبة؟ ايه رايك في الكلام اللي بتسمعه ده؟ فقتيبة بن مسلم قال يعني ان المدينه دي مدينه خصبه ومدينه غنيه، واحنا دخلنا المدينه على حين غره، لان هم لو كانوا قومون عندهم جيش قوي، فعشان يعني لا تراق الكثير من الدماء في الموضوع ده وفي الحرب دي، فاحنا دخلنا المدينه على حين غره. قال له يعني ما تقول فيما سمعت؟ قال له اقول اننا لم ننذرهم، احنا فعلا ما بعتنا لهمش ولا دعوناهم الى دين الاسلام ودخلنا المدينه كده على حين غره. فهنا القاضي قال ايه؟ قال اذا اقر المدعي عليه، يعني بيقول له اراك قد اقررت، واذا اقر المدعي عليه انتهت المحاكمه. فالناس مندهشه،
المحاكمه ما خدتش دقيقتين على بعض، فكل الناس واقفين ومستنيين حكم القاضي. طب يعني انتهت المحاكمه تحكم بايه يعني؟ فحكم القاضي باعجب حكم في التاريخ، قال يخرج جميع جيش المسلمين من رجال ونساء واطفال وشيوخ وحكام، كله يخرج من المدينه، كل اللي دخل المدينه من جيش المسلمين يخرج. وبعدين ينذروا اهل سمرقند ويدعوهم الى دين الاسلام قبل دخول المدينه، ويعطوهم 3 ايام. فطبعا هنا يعني اهل سمرقند في جزء من نفوخهم كده هيطير، زي ما حضراتكم كده مش مصدقين الحكم كده ومستعجبين جدا. هو ده نفس الموقف اللي كان فيه اهل سمرقند، نفس الاستعجاب ونفس الدهشه. ازاي الجيش بعد ما يدخل وينتصر والجيش المظلوم يروح يستنجد بالجيش اللي انتصر عليه، والجيش اللي انتصر عليه يقول لهم عين قاضي، والقاضي يحكم بخروج الجيش المنتصر؟ يعني عمرها ما حصلت في التاريخ ولا هتحصل، عمرها ما حصلت ولا هتحصل. ده ما يحصلش بس غير في أمة الإسلام، أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا بالفعل خرج الجيش المسلم كله. وهنا يعني الحكم لما صدر من القاضي، هنا برضو الناس مش مستوعبه لحد دلوقتي الحكم، لحد ما بعد شويه بدأ الناس يسمعوا اصوات عاليه في المدينه والغبار بيعلى في المدينه. في ايه يا جماعه، في ايه؟ فيبصوا يلاقوا ان الجيش المسلم كله خارج من المدينه. ما وصلوش لغروب اليوم ده، غروب شمس اليوم ده، الا وكان كل جيش المسلمين خرج من المدينه. طبعا يعني في دهشه وحيره من اهل سمرقند، لدرجه ان الكلاب بقت تجري في الشوارع كده، خلاص ما فيش حد، يعني تحس ان المدينه بقت فاضيه. واهل سمرقند بقوا يبكوا وبيعيطوا على جيش المسلمين، لانه عرف ان ده جيش عادل، ده جيش رحمه بالناس كلها. فهنا بدأ ان الناس يدعوا ان تعالوا ادخلوا تاني. الناس خرجوا، جيش اهل سمرقند خرجوا وراحوا لمعسكر المسلمين بقيادة كبير الكهنة بتاعهم، ودعاهم وقالوا بينهم الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وهنا اغلب مدينة سمرقند اسلم في اليوم ده، ورجع جيش المسلمين دخل تاني، لكن المرة دي دخل زي ما بيقولوا كده بنفس راضية. دخلوا بعد ما سمعنا اغرب حكم في تاريخ البشرية كلها. هو ده يا جماعة عظمة الدين الاسلامي اللي بيقولوا عليه انه انتشر بحد السيف. عمرك شفت جيش يخرج بعد ما انتصر؟ هو ده الجيش الاسلامي، وهو ده اغرب حكم في التاريخ. بكده يا جماعه انتهت الحلقه بتاعتنا. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك وقول لي ليه ما عجبكش. وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.